بصوا يا جماعه، احنا عند هنا الوك ورانا جلال زي ما احنا شايفين كده، وهنا بقى ممكن تتمشى براحتك. بالليل كمان بيبقى الاجواء احلى كتير والفايبس بتبقى تحفه. الناس كلها دلوقتي بتبقى في البحر. بعد بقى اللانش الغدا، ففي مطاعم كتيره جدا، في فرايتي كتير جدا، في اسماك ابن حميدو، شاورما، جراند شاورما، في كل انواع الاكل اللي انت ممكن تفكر فيها، كل انواع المشروبات وكل انواع الديزرتس وكل حاجه هتتخيلها او تفكر فيها هتلاقيها موجوده في منطقه حلنن. يعني فالمنطقه متكامله جدا. انت في الشاليه جوه عندك بحر، بسين، الشاليه مجهز بالكامل. عايز تاكل من بره عندك هنا نوك، يعني ده بتاع فرايد تشيكن، بيشكروا فيه جدا. مافريك تشيكن ده بيقولوا عليه ان هو جامد جدا، وبيعمل فرايد تشيكن اقوى من مخترع الفرايد تشيكن. انا ما جربتوش بصراحه، سمعت عنه. عايز هيلثي او برجر، في اولدز، في سالاد، في تري برجر، طبعا في رانكرز جامد جدا برضو. طبعا بقى عشاق الاكل التركي والحلويات التركي، واجمد واحد بيقدم المطبخ التركي بطريقه بروفيشنال جدا في بورسعيد طبعا اسطنبول. طبعا يا جماعه اسطنبول غني غني عن التعريف. اللي ما جربش اسطنبول فهو حقيقي فايته كتير. اسطنبول براند خطير خطير يا جماعه في الاكل التركي والحلويات التركيه. الحلويات التركيه عند اسطنبول ممكن نكتب فيه اشعار يا جماعه. اسطنبول حكايه لوحده، يعني لو هتنزلوا بورفؤاد بس وتيجوا عند هنا نوك عشان تجربوا اسطنبول فدي حاجه جامده جدا. طبعا عندنا هنا ركن الجمل، حلوان الجمل ده يا جماعه علم من اعلام بورسعيد برضو في الحلويات الشرقيه، خطير جدا. فاتح برضو في هنا نوك، فاتح كافيه، ممكن تيجي تاخد، بيقدم فطاير وبيقدم حلويات شرقيه وبيقدم حلويات غربيه وحاجته جامده جدا. ودي بوابه حلنن يا جماعه. احنا هنخش من هنا عشان نروح الشاليه. ولو انت عايز طبعا دي الانترانس الاساسيه او الجيت الاساسيه عشان تخش لهنا، سواء رايح الشاليه بتاعك او داخل الاوتيل. بس انا نازله في شاليه، مش في الاوتيل، في شاليه بس. طبعا العالم التاني من اعلام بورسعيد بلاك فوكس يا جماعه. نيجي عند بلاك فوكس، جدا ما شفتش بلاك فوكس، فحقيقي عايزه اجرب مشروبات بلاك فوكس. بيشكروا في فرع بورفؤاد جامد جدا وبيقولوا عليه اشعار جامده جدا. فيلا بقى بينا نخش عند بلاك فوكس.